بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students Prep 1، ان شاء الله الفيديو بتاعنا النهارده يا اولاد على مراجعه شهر امتحان الشهر اللي هو امتحان شهر مارس وابريل مع بعض من كتاب البني. ننزل 5 نماذج ما شاء الله ضامن فيهم كل الحاجات اللي احنا هنمتحن فيهم. ذاكرهم كويس. بيقول لنا نمبر 1 complete the following sentence. not is a salt ملح that dissolve in water بيدوب في الميه and has blue color لونه ازرق. احنا ما خدناش في المنهج يا اولاد ملح لونه ازرق غير ملح واحد بس اللي هو الكوبر سلفيت اللي هو CuSO4 ماشي. وخدنا الاخضر اللي هو النيكل كلورايد والابيض بقى اللي هو الصوديوم كربونات والصوديوم كلورايد. The measuring unit of speed وحدة قياس السرعة متر بير سكند، بينما الورك الشغل بيقاس بوحدة اسمها وحدة الجول. طيب what happen when ايه اللي هيحصل لو the mass of the object is doubled لو كتلة الجسم زادت للضعف بالنسبة للبوتنشال انرجي. احنا خدنا ان البوتنشال انرجي يا اولاد equal mass times gravity او gravity acceleration times height. العلاقة بين البوتنشال انرجي والماس علاقة دايركتلي، يعني لو الماس زادت البوتنشال انرجي هي كمان هتزيد ماشي. وكذلك الارتفاع برضو العلاقه دايركتلي، لو هو زاد البوتنشال انرجي برضو بتزيد. طب بيقولك ايه اللي هيحصل بقى هنا؟ ما دام الماس زادت للضعف يبقى برضو يا اولاد ذا بوتنشال انرجي انكريزز هتزيد هي كمان تو ذا دبل، هتزيد هي كمان للضعف. ما لسه قايله العلاقه بينهم دايركتلي. طيب the distance that is covered by moving object is doubled while the time remains constant والزمن ثابت بالنسبة للسبيد. مش احنا اخدنا ان ال V equal D over T اللي هي السبيد equal distance over time. لو المسافة يا اولاد زادت للضعف السرعة هيحصل لها، قالك التايم ثابت، يعني هنا كأن التايم ده مش موجود. بصوا يا اولاد احنا قايلين ان ال V العلاقة بينها وبين الدي علاقة ايه؟ دايركتلي. يعني ايه يا اولاد؟ يعني قلت لك مثلا انا قلت لك الفي بتساوي مثلا الدي اللي هي مثلا يا اولاد 10 على التي اللي هو 2 هيدينا كام؟ هيدينا 5 متر بير سكند ماشي. طب انا ضاعفت المسافة اللي هي 10 خليتها ب 20 وسبت التايم ثابت زي ما هو، يعني الفي ال10 دي هتبقى 20 وهنا يا اولاد ده هتفضل 2 يبقى هيدينا كام؟ هيدينا 10. في الأول السرعة كانت ب5 ولما زودنا المسافة السرعة بقت بكام؟ ب10، يعني المسافة أو السرعة هنا زادت للضعف. أنت الحاجات اللي زي دي اعملها كأنها مسألة وهي تبقى أسهل بالنسبة لك بدل ما تحفظها. طب أقول له هنا إيه بقى بعد كل اللت اللي إحنا قاعدين نلته ده؟ أقول له هنا ذا سبيد السرعة هي كمان increases to double هتزيد للضعف. ما إحنا لما زودنا المسافة لقينا السرعة هي كمان زادت increases to double. طب بيقول لك the mechanical energy of a freely falling object equal نقط at the moment it reaches to the ground. احنا خدنا ان الميكانيكال انرجي يا اولاد equal ايه؟ potential energy plus kinetic energy ماشي. عند اعلى ارتفاع بتكون الميكانيكال انرجي مساويه للبوتنشال انرجي بس لان فوق الكاينيتيك انرجي بزيرو، وما ننزل لتحت الميكانيكال انرجي بتساوي الكاينيتيك انرجي بس لان البوتنشال انرجي بزيرو. هو بيقول لك هنا فريلي فولينج اوبجكت جسم بيسقط سقوط حر، يبقى اما يصل لسطح الارض الطاقه اللي هتبقى موجوده فيه هي الكاينيتيك انرجي والبوتنشال اختفت، والميكانيكال في الحاله دي بتساوي الكاينيتيك. طيب بيقول لنا which of the following feeding relationship اي من العلاقات الغذائيه harms one of the two living organism يعني بتأذي احدى الكائنات الحيه، يعني في واحد بيتأذى. بريديشن اند كومبيتيشن، في البريديشن واحد بيتأذى فعلا اللي هو البري الفريس، انما البريديتور ما بيجرالوش حاجه. في الكومبيتيشن في تنافس بين اتنين على اكل قليل فممكن واحد فيهم يقتل التاني، فدي هي اللي صح. طب ليه بقى؟ بص على الباقي. موتشواليزم اللي هي يا اولاد تبادل المنفعه، هنا علاقه بين كائنين الاتنين بينفيت فروم اتش اذر بيستفادوا من بعض، يبقى ما فيش هنا هارمنج. الموتشواليزم ما فيش فيها هارمنج، الموتشواليزم برضو ما فيش فيها هارمنج. هنا بريديشن ماشي لكن كومنساليزم لا. في علاقة الكومنساليزم يا أولاد علاقة بين تو ليفينج أورجانيزم واحد بينفيت and the other is not benefit or harmed، يعني لا بيستفيد ولا بتضرر، زي علاقة كده يا أولاد اللي هو التمساح وطائر الزقزاق. طيب give reason the mechanical energy of an object remains constant، يعني الطاقة الميكانيكية للجسم بتفضل ثابتة during its falling لما يسقط although its potential energy decrease، يعني الجسم وهو نازل البوتنشال انرجي بتاعته بتقل
بس برضو بتفضل الميكانيكال انرجي ثابته ما بتقل زيه. ليه بقى؟ قالك والله اصل الجسم هو نازل لتحت، هو صحيح البوتنشال انرجي بتاعته بتقل، بس في نفس اللحظه الكاينيتيك انرجي بتاعته بتزيد، فالنقص في البوتنشال بيعوضوا زياده في الكاينيتيك، فعشان كده الميكانيكال بتفضل ثابته. ماشي. طب اقول له هنا ايه بقى؟ اقول له because the decrease in potential energy is equal او compensated، لو انت عايزين تقول compensated بيتعوض by increase بالزيادة in kinetic energy so mechanical energy remains constant. طب بيقولك ايه اللي give reason there is no work، مفيش شغل done بيتبذل when a person لما الشخص carrying a bag اللي شايل الشنطة while walking horizontally وهو ماشي افقيا. بص يا ولاد، عشان يبقى في work لازم اتجاه الورك يبقى في نفس اتجاه الجسم المتحرك، لكن وانت شايل الشنطة انت شايلها هوريزونتالي. ماشي. وايدك جاية عليها اولاد ماسكاها في وضع اللي هو بيسموه الوضع الرأسي فيرتيكالي، وفي الحالة دي مفيش شغل بيتبذل، انت ما بتتعبش وانت شايل الشنطة، لان اتجاه القوة بتاعك بريبنديكولار عمودي على اتجاه الحركة بتاعتك، وده يخلي الجسم كده في الحالة دي ما يبذلش شغل. طيب اقولها ازاي بالانجليش يا ولاد؟ اقول له هنا اهو because the direction اتجاه of affecting force القوة اللي بتأثر على الجسم affecting force is perpendicular عمودية on the direction of motion في اتجاه الحركة on the direction of motion. طب بيقولك هنا قارن between البوتنشال انرجي والكاينيتيك انرجي according to factors حسب العوامل affect انزيم اللي بتأثر على اللي بيأثر على البوتنشال وعلى الكاينيتيك هي الحاجات اللي معاهم في القانون. يعني البوتنشال انرجي ايكوال ايه؟ مش ايكوال ويت تايمز هايت او ماس تايمز جرافيتي تايمز هايت. الحاجات دي هي اللي بتأثر على البوتنشال. لو الويت زاد البوتنشال بتزيد، ولو الهايت زاد البوتنشال برضو بتزيد. والحاجات اللي بتأثر على الكاينيتيك برضو الحاجات اللي معاها في القانون. هي الكاينيتيك بتساوي ايه ولا هاف تايمز ماس تايمز فيلوسيتي بار 2. ماشي. اللي بيأثر على الكاينيتيك الماس والسكوير اوف فيلوسيتي اللي هو مربع السرعة. يبقى اقول له هنا يا اولاد نمبر 1 الويت، نمبر 2 الماس، نمبر 3 الهايت. طب اللي بيأثر على الكاينيتيك نمبر 1 الماس، نمبر 2 يا اولاد سكوير اوف فيلوسيتي يعني مربع السرعة. طيب ندخل على الموديل 2. The chemical formula الصيغة الكيميائية of copper sulfate CuSO4 أيوة صح and its color is green دي اللي غلط بقى، لونه مش جرين لونه بلو. طيب when a moving object returns to its starting point لو الجسم المتحرك رجع لنقطة البداية تاني its displacement equal 0 أيوة صح. هو يعني ايه مس أصلا الديسبليسمنت؟ هو الستريت لاين الخط المستقيم اللي بيربط بين الستارتنج بوينت والاند بوينت. لازم يكون عندي ستارت بوينت ولازم يكون عندي اند بوينت وبينهم مسافة خط مستقيم، دي اسميها ديسبليسمنت. طب لو الجسم بدأ من الستارت وقام لافف ورجع للستارت تاني يبقى هنا مفيش، هنا الستارت هي الاند فمفيش عندنا ستريت لاين فمفيش ديسبليسمنت من اصل. طب يقولك اكتب الصيغة الكيميائية للأملاح اللي قدامك دي BO4 نيجاتيف 3 وكي. انا دايما يا ولاد لما اجي اكتب الملح بكتب البوزيتيف على الشمال والنيجاتيف على اليمين، واكتب تحت كل واحد فيهم الشحنه اللي هو شايلها فوقيه. يعني الكي شايل فوقه شحنه واحده بوزيتيف يبقى اكتب تحتيه 1، والبي او 4 شايل فوق نيجاتيف 3 يبقى اكتب تحتيه 3. وبعد كده يا ولاد اعمل مقص. يعني اعمل مقص يعني لما اجي اكتب الصيغه بتاعتهم الكي هكتب جنبها رقم 3 والبي او 4 هكتب جنبها رقم 1 بس 1 ما بتكتبش، فيبقى الصيغه النهائيه كي 3 بي او 4. طب تعالوا نعمل اللي تحت كده. الاي اللي هو بوزيتيف يبقى ده اللي هعمله على الشمال، والاس او 4 نيجاتيف يبقى دي اللي هتتعمل على اليمين. الاي اللي فوقيها 3 شحنات بوزيتيف يبقى اكتب تحتها 3، والاس او 4 فوقيها شحنتين نيجاتيف يبقى اكتب تحتيها 2 واعمل مقص. الاي اللي هكتبه جنبه رقم ال2 والاس او 4 هكتب جنبها رقم ال3، بس ما ينفعش احط 3 كده وخلاص، ده هتبقى كده اس او 43. لازم الاتوم الجروب احطها بين قوسين واحط جنبها الرقم بتاعها.
طب بيقول لك write the type of nutritional relationship بنوع العلاقة الغذائية between polar bear بين الدب القطبي and seal والفقمة. طبعا دي علاقة بريديشن يا ولاد، لأن البولار بير ده كائن مفترس والسيل هي الفريسة بتاعته. write the scientific term the total length covered by moving object يعني الطول الكلي اللي بيسلكه الجسم المتحرك from starting point من نقطة البداية to the end point. لو أنا عندي جسم مشى من نقطة البداية من نقطة النهاية بس ما قالش في خط مستقيم يبقى دي distance، لكن لو قال في خط مستقيم برضو من نقطة البداية لنقطة النهاية يبقى دي displacement. في فرق بين الاتنين. طب the amount of energy كمية الطاقة required to move an object اللي احنا محتاجينها عشان نحرك جسم a certain displacement يعني مسافة أو إزاحة معينة in the same direction of the applied force. لو تفتكروا ده يا ولاد لو جينا نترجمها اللي هي الwork equal force times displacement، هتلاقي عندكم الفورس اهي وهتلاقي عندكم الديسبيسمنت اهي، يبقى ده تعريف الورك. طيب when do the following becomes equal امتى دول يساووا بعض؟ الديستانس والديسبيسمنت. الديستانس والديسبيسمنت لا يتساووا الا اذا كان الجسم ما عندوش الا اوبشن واحد اللي هو يمشي في خط مستقيم وفي اتجاه ثابت، مفيش عنده كذا طريق يمشي فيه، فبالنسبه له نقطه النهايه ونقطه البدايه ثابتين، ففي الحاله دي ما عندوش حاجه اسمها ديستانس. الديستانس والديسبيسمنت هنا قد بعض. طب اقول له هنا ايه؟ when the object لما الجسم moves بيتحرك in straight line في خط ايه؟ مستقيم in fixed direction في اتجاه ثابت in fixed ايه؟ direction. طيب بيقول لنا potential energy and kinetic energy of a falling object. امتى البوتنشال انرجي والكاينيتيك انرجي بيبقوا قد بعض الجسم بيسقط؟ ده يا ولاد في منتصف المسافة، يعني اي جسم بيسقط سقوط حر وهو فوق خالص البوتنشال انرجي هي اللي بتبقى ماكسيمم والكاينيتيك انرجي بتبقى مينيمم. تحت العكس الكاينيتيك انرجي بتبقى ماكسيمم والبوتنشال مينيمم. انما في نص ارتفاعه او في نص المسافة من سطح الارض بيبقى البوتنشال والكاينيتيك قد بعض. ماشي، اقول له هنا اهو when the object لما يكون الجسم at the middle distance او middle height from the earth surface من سطح الارض، لما يكون في منتصف المسافة. طب calculate the potential energy of metallic ball with mass 2 kg falling from height 5 متر given that gravitational field strength 10 نيوتن على الكيلوجرام. بيقول لك احسب لي البوتنشال انرجي. انت عندك قانونين، يا اما الويت تايمز هايت يا اما الماس تايمز جرافيتي تايمز هايت. برضو هو عطيني هنا الماس ولازم تكون بالكيلوجرام، اوعى تحطها بالجرام، لو بالجرام حولها لكيلوجرام اقسمها على divided by 1000. وعطيني الهايت وعطيني الجرافيتي يبقى هو عايز نطبق القانون ده. ماشي، الماس عندي ب2 والهايت عندي ب5 والجرافيتي عندي ب10، يبقى الإجابة هنا ب100 جول. طيب ندخل على الموديل 3. when the speed of moving object doubles لما السرعة تزيد للضعف الكاينيتيك انرجي increases to double. طبعا لا، احنا قايلين ان الكاينيتيك انرجي ايكوال ايه؟ half times mass times velocity باور 2. لو الفيلوسيتي ده زادت للضعف يعني حطيت مكانها رقم 2 هتبقى 2 باور 2 ايكوال 4. يعني ايه؟ يعني الكاينيتيك انرجي هتزيد ل 4 تايمز 4 اضعاف. 4 تايمز، عايز تحفظها زي ما هي كده احفظها. طيب امونيوم كلورايد اللي هو NH4Cl solution turns the universal indicator into blue بيحول كشف يونيفرسال للون البلو طبعا للون الريد لان ده يا ولاد محلول اسيدك. What is meant by the speed of object equal 100 متر per second؟ اقول له تعريف السبيد. هي تعريف السبيد ايه يا ولاد؟ It is the distance covered by the object in 1 second. اقول له ايه بقى يا ولاد؟ اقول له that means ده معناه that the distance او the body covers the distance 100 متر each 1 second. ماشي، يبقى اقول له هنا ايه؟ it means ثانية واحدة، اقول له it means ده معناه that object ان الجسم covers بيقطع 100 متر each 1 second كل ثانية.
طب بيقول لك the mechanical energy of object equal to 100 جول. اقول تعريف الميكانيكال انرجي، اقول له that means it is the sum. اقول له هنا that means that the sum يعني مجموع of potential energy and kinetic energy equal to 100 جول. طيب compare between scavengers and omnivorous according to the way of feeding. هو كاتب فوق omnivorous وكاتب تحت decomposers، فانتوا غيروها بقى يا اولاد. omnivorous اللي هي الكائنات متنوعة الغذاء، ودي كائنات بتتغذى على الانيمال والبلانس. انما السكافنجرز دي بيسموها الكائنات الكانسة، ودي الكائنات اللي بتاكل بقايا الجثث الميتة. اقول له زي ار organisms، زي ار ايه organisms هي كائنات ذات فيد اللي بتتغذى on remains على بقايا of dead bodies اللي هي الكائنات الميتة. انما الامنيفورس يا ولاد زي ار organisms هي كائنات ذات فيد اللي بتتغذى on animal and plants. on animal and مش كائنات ميتة ولا حاجة، كائنات حية زي احنا كده. احنا يعتبر اومنيفورس، احنا بناكل النباتات والحيوانات. طب يقول لك كومبليت فود تشين يعني السلاسل الغذائيه ستارت ويز بتبدا بكائنات بروديوسر اند اند وبتنتهي بكائنات ديكومبوزر. طيب بيقول لك when an object is thrown upward لما الجسم يترفع لفوق its potential energy طبعا increase لان الهايت بيزيد and its kinetic energy decrease بتقل. طب يقول لك what happen when the mass of the object increases to double and its speed decreases to half. بالنسبة للكاينيتيك انرجي انا ما بحبش احفظها بصراحة يا اولاد، انا عايزاكم تعملوها كده كأنها مسألة. هي مش الكاينيتيك انرجي equal half times mass times velocity باور 2؟ تعال نعوض عنهم كده بأي ارقام من دماغنا. هنقول مثلا half times الماس ب 2 والفيلوسيتي برضو انا هخليها ب 2، يبقى 2 باور 2. الاجابه هتطلع لي ال 2 دي هتروح قصاد ال 2 دي، يبقى الكاينيتيك انرجي هنا هتطلع لي ب 4 متر بير سكند. طب بيقول لك ايه اللي هيحصل لو الماس زادت للضعف؟ يعني ايه بقى؟ يعني الماس بعد ما كانت 2 انا هخليها 4 ماشي، and speed decreases to half والسرعه قلت للنص، يعني بدل ما هي 2 هخليها 1 ماشي يا اولاد. احسبوها كده على الآلة الحاسبة، 1 أس 2 هي هتفضل 1، ودي على 2 هتروح مع دي، يبقى احنا عندنا بالنسبة لنا هنا يا ولاد النتيجة هتطلع لنا ايه؟ 2 في 1 ب2. يعني هنا بالنسبة لنا يا ولاد الإجابة كانت هنا 4، 2 أس 2 ب4، والإجابة هنا لما عملنا اللي هو عايزه زادت بالنسبة بعد ما كانت 4 بقت 2، يبقى الكاينيتيك انرجي هنا قلت للنص. اقول له ذا كاينيتيك انرجي decreases to half. طب يقول لك when a moving object returns back to its starting point لو الجسم المتحرك رجع لنقطة البداية يبقى الجسم ده ما عندوش displacement. اقول له the displacement of the object equal 0. the displacement of object يعني ايه يا ولاد؟ الازاحه بتاعه الجسم equal 0. ما انا قايله الجسم لو رجع لنقطه البدايه ملوش displacement. calculate the height of an object with mass 6 kg above the ground when its potential energy 180 joule given that the gravitational field strength is 10 kg 10 نيوتن على الكيلوجرام. بيقول لك احسب لي هنا الهايت من قانون البوتنشال انرجي. هي البوتنشال انرجي بتساوي ايه يا ولاد؟ مش بتساوي ماس تايمز جرافيتي تايمز هايت؟ اشمعنى خدت ده يا مس ما خدتش التاني؟ عشان عاطيني هنا الماس اهي وعاطيني الجرافيتي اهي. البوتنشال انرجي عطاها لي ب 180 جول اهي في المساله اهي. الماس عطاها لي ب 6 كيلو جرام، الجرافيتي عطاها لي ب 10، والهايت هو عايزه ماشي. طيب هعمل يا اولاد ايه؟ هحط ال 180 اهي زي ما هي واضرب الناحيه التانيه 6 في 10 ب 60 في ان. طب انا في الاتش سوري. طب انا عايزه الهايت بقى اعمل ايه؟ اتخلص من ال 60 دي. اعمل فيها عشان اتخلص منها اقسم عليها هنا على 60 وهنا على 60، ده تتشال يبقى الهايت هنا هيساوي يا ولاد 3 متر.
يلا على الموديل 4. write the scientific term ionic compound produced from reaction between acid and alkali. يعني مركبات ايونيك بتنتج من اتحاد الاسيد والالقالي. لو احنا جبنا اي اسيد مع اي القالي، مادة حمضية مع مادة قلوية، هيديني salt and water. والتفاعل ده سميناه تفاعل النيوتراليزيشن. دي اللي هي السولتس، الاملاح. A group of food chains، مجموعة من السلاسل الغذائية interconnected، متصلة أو متداخلة with each other. دي يا ولاد تعريف الفود ويب أو الشبكة الغذائية. طب mention one example of herbivorous animal، حيوان أكل للعشب. كتير بقى، الكاو والرابت والشيب والجراف. طب assault، ملح that doesn't dissolve in water، ما بيدوبش في المية. أي ملح فيه فضة أو فيه رصاص، مثلا ال AgCl اللي هو السيلفر كلورايد، ما بيدوبش في المية. طب بيقول لك calculate the time required for car moving at speed 40 متر per second to cover distance 200 متر. انا اخده في قانون السبيد ان ال V equal D over T، صح؟ هو عايز هنا التايم اللي هو ده، ماشي. طب التايم ده انا اجيبه ازاي؟ اجيبه من المثلث عشان ما لخبطش نفسي. انا قايله لكم ان ده يعتبر بالنسبه لي فراكشر، بسط ومقام، وده بسط بس ملوش مقام، يبقى مقام 1. نعمل مقص. اللي بيتضرب في ال1 ده هو اللي بيبقى فوق في المثلث، انما اللي بيتضربوا في بعض بيبقوا جنب بعض في المثلث، ماشي. العلامه دي علامه ديفايدد باي، والعلامه دي علامه تايمز. طب يا مس انا عايزه التايم اخبيه، يبقى التايم هتساوي دي ديفايدد باي في. انا عندي الدي بكام يا ولاد؟ الديستانس ب200 والفيلوسيتي بكام؟ ب40، يبقى كلها هتطلع 5 سكند. طيب وين ابول الثرون ابورد، لما الكرة تترمى لفوق، طبعا البوتنشال انرجي بتزيد والكاينيتيك انرجي بتقل والميكانيكال انرجي بتفضل ثابته. بيقول لك الكاينيتيك بتزيد، طبعا لا. طب البوتنشال بتقل، لا ده المفروض العكس. سبيد انكريز، السرعه بتزيد، لا لكن الجسم يترفع لفوق السرعه بتقل، هي سرعته بتزيد لما يسقط نحو الارض. طب ميكانيكال انرجي ريمينز كونستانت، ايوه صح، رغم ان البوتنشال انرجي بتزيد والكاينيتيك انرجي بتقل، بس الميكانيكال انرجي ثابت. ده لان النقص في الكاينيتيك بيعوضوا زياده في البوتنشال. The kinetic energy of an object with mass 5 كيلوغرام moving at speed 2. انا عايز احسب هنا الكاينيتيك انرجي، اقول له equal half times mass times velocity باور 2، اللي هي equal half times الماس عندي هنا ب5 والفيلوسيتي عندي هنا ب2، يبقى 2 باور 2، ماشي. طبعا 2 باور 2 ب4، 4 في 5 ب20، 20 في نص يدينا 10، يبقى الكاينيتيك انرجي هنا ب10 جول. طيب give reason the kinetic energy of an object at its maximum height is zero. ليه الجسم وهو على اعلى ارتفاع الكاينيتيك انرجي بتاعته بزيرو؟ لانه فوق يا ولاد سرعه الجسم برضو بزيرو، والكاينيتيك انرجي بتتاثر بالسبيد، لو السبيد قلت هي كمان بتقل. اقول له because at maximum height، لان عند اقصى ارتفاع maximum height the speed equal zero، the speed equal zero. عشان كده kinetic energy هي كمان equal zero. طيب the potential energy of an object decrease، ضغط الوضعي بتقل as it falls down، لما الجسم بيسقط لتحت، ده لان الارتفاع بيقل، ودايما البوتنشال بتتأثر بالارتفاع، لو الارتفاع قل هي كمان تقل. اقول له because the height decrease، because the height decrease on falling، عند السقوط to earth surface، لسطح الارض. عشان كده potential energy هي كمان decrease. طب يقولك a body with mass 600 جرام، اوعى تحلها وهي بالجرامات، لازم تحولها للكيلوجرام. الثرون vertically upward with speed 20 متر per second. calculate its mechanical energy at the maximum height. بصوا يا ولاد، الميكانيكال انرجي عند اعلى ارتفاع بتساوي البوتنشال انرجي. طيب هو هنا مش جايب لي اي حاجه للبوتنشال انرجي. انا عايزه اقول لك ان الجسم البوتنشال انرجي بتاعته فوق عند اعلى ارتفاع هي بتساوي الكاينيتيك انرجي بتاعت الجسم وهو على سطح الارض. يعني بالنسبه لي لو انا عايزه اجيب الميكانيكال انرجي، يا اجيب البوتنشال يا اجيب الكاينيتيك، ما تفرقش معايا. طب هو عاطيني هنا يا ولاد السبيد وعاطيني الماس، يبقى هو هنا هجيب بمعلومات الاثنين دول الكاينيتيك. اقول له الكاينيتيك انرجي ايكوال half تايمز ماس تايمز فيلوسيتي باور 2.
طيب اول حاجه اقول هاف تايمز الماس بالجرام، لازم احولها بالكيلوجرام. اعمل ايه؟ اقسمها على 1000. اشيل الصفرين قصاد الصفرين، يبقى هنا الماس هتطلع عندي ب 0.6 كيلو جرام. يبقى 0.6 تايمز الفيلوسيتي بكام؟ ب 20 باور 2. واحسبوها على الآلة الحاسبة بقى، واللي يطلع لكم بوحدة الجول. اخر موديل بقى يا اولاد بيقول لك only 1% of energy is transferred from organism at one trophic level to organism at the next level. في اي سلسله غذائيه يا اولاد او في اي تروفيك ليفل، لما الكائن ياخد الطاقه، مثلا البلانت اخد طاقه من الشمس تقدر ب 1000 جول، طبعا هو هيستهلك طاقه من اللي هو اخدها، وهيدي للي بعده 10% بس، يعني هيدي للي بعده 100 جول بس من اصل 1000، وهو هياخد 90% يستهلكهم، فاللي بيتنقل هنا حوالي 10% بس. طب the pH value of Na2CO3 solution less than 7، لا يا ولاد هي more than 7 لانها مادة الكلاين. What is the importance of bacteria and algae in ecosystem؟ أهمية البكتيريا يا ولاد بتحلل أجسام الكائنات الميتة وبتحولها لمواد غذائية بتختلط مع التربة. طب أقولها إزاي؟ أقول له it decomposes، بتحلل the dead bodies الأجسام الميتة into nutrient المواد غذائية that mix with the soil with the soil. طبعا ده بيزود السويل فيرتيليتي او خصوبة التربة. طب الهايت دام السد العالي بيخزن وراه يا ولاد الووتر، وكل ما الووتر بتتخزن جواه بوتنشال انرجي. بعد كده لما الهايت دام يتفتح تتحول البوتنشال انرجي لكاينيتيك انرجي، والكاينيتيك انرجي تشغل التوربين، والتوربين يولد الكتريسيتي. يعني اقول له هنا اهو ات تشينج بيساعد، هو مش بيحول، هو بيساعد في تحويل الكاينيتيك انرجي تو الكتريك انرجي. طب بيقول لك بص على الشكل اللي قدامك. the given diagram show the motion of pendulum with a mass of 1 kilogram. its kinetic energy at rest position 32 joule. calculate its speed السرعة. انا عندي اعرف السرعة من قانون الكاينيتيك انرجي. kinetic energy equal half times mass times velocity power 2. اعطيني هنا الكاينيتيك انرجي ب 32، اكتب تحتها 32 equal half times الماس عطاني ب1 كيلو جرام يبقى 1، والفيلوسيتي باور 2 هو عايز الفيلوسيتي هنا. ماشي، هشيل الاتنين دي قصاد ال 32 يتبقى لي 16. يبقى الفي هنا جيت تحسبوها يا ولاد هتطلع لكم 4 متر بير سكند. طبعا احسبوها على الآلة الحاسبة وهتحسبوها بدماغكم. صح ولا غلط؟ mutualism is nutritional relationship، يعني تبادل المنفعة، هي علاقة غذائية between bees and flower. ايوه صح، الاتنين بيستفيدوا من بعض. البيز بيستفيد من الفلاور اللي هو بياخد النكتر الرحيق، والفلاورز بيستفيد من البيز اللي هو بينقل من خلاله البولين جرينز حبوب اللقاح. The work done by a force perpendicular on the direction of motion is maximum، يعني الشغل اللي بيبقى مبذول perpendicular on the direction of motion على الجسم وهو بيتحرك تأثير القوة بيبقى عمودي، ده بيبقى ماكسيمم. طبعا لا ولا، ده الجسم لو أثر بقوة عمودي على أي جسم متحرك في الحالة دي يعني الورك يساوي 0، الواحد ما بيتعبش زي وانت شايل الشنطة كده. What is meant by the kinetic energy of an object is 20 جول. أقول تعريف الكاينيتيك انرجي. تعريف الكاينيتيك انرجي ايه يا ولاد؟ تعريفه يا ولاد the work done during the motion of the object. That means that the work done during motion of object equal 20 joule of object equal 20 joule. طب the displacement of an object is 100. الديسبليسمنت تعرفها ايه يا ولاد؟ it is the shortest straight line between start point and end point. اقوم كاتباه وكاتبه جنبيه 100. اقول له it means ده معناه that the straight line الخط المستقيم joins اللي بيربط between start point بنقطة البداية and end point ونقطة النهاية equal 100 متر. آخر حاجة بقى بيقولك what is the number that indicates the weight of an object with potential energy 88 joule at height 12 متر. هو عايز هنا الويت، أنا هاخد إن البوتنشال energy equal إيه ولا weight times height. هو عايز الويت وعطينا البوتنشال energy ب 88.
ماشي. والويت هنا هو عايزه، والهايت عطوني هنا ب11. طب انا اجيب الويت ازاي؟ اقسم على ال11 هنا وعلى ال11 هنا، يبقى الويت هنا هيساوي 8 نيوتن. وكده يا حبايبي يبقى خلصنا الامتحان او النماذج. ذاكرهم كويس بقى وادعيلي، ويا ريت يا اولاد لايك وشير للفيديو، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.